الطفل بيقشط بيرجع ناولني كده اهوت. ادي معده الطفل، احنا قعدنا نرضعه على الاخر على الاخر ومره واحده نايم. طب نعمل ايه بقى عشان ده ما يحصلش؟ الطفل اللي بيرجع او بيقشط كتير الحقيقه ليه اسباب متعدده. طبعا في الشهور الاولى بيكون العضلات بتاعه الطفل غير مكتمله النمو، وبالتالي عضله مخرج المعده او اسفل المريء ما تطورتش، وده بيؤدي ان الطفل يفقد محتويات المعده بسهوله. بيبقى عامل زي الازازه اللي ملهاش رابط او القربه المفتوحه، او زي ما دكتور محمود ورانا البرطمان المفتوح. ده وارد جدا ان الطفل بعد كل رضعه يقشط او يفوض. ازاي اقلل ده؟ اقلل ده بالتكريع الجيد اثناء الرضعه وفي اخر الرضعه او في ثلث الرضعه. اقلل ده عن طريق تنظيم معدلات الرضاعه، وان مش كل صراخ للطفل او كل عياط للطفل هو استجابه لنداء الجوع، فافضل ارضعه طول الوقت. الطفل اللي بينمو كويس وبيزيد في الوزن كويس لا يجب القلق من قشطه خالص، ما لم يكن يهدد الجهاز التنفسي او يحصل معاه مشاكل بقى اختناق، زرقات، قطعه نفس، التهابات رئويه متكرره او خلافه. الطفل اللي بيرجع كتير ممكن استجيب، يعني ممكن اقلل ده عن طريق تحسين وضعيه الرضاعه، ابقائه منتصب على كتف الام 10 دقائق بعد الرضاعه في وضعيه 45 درجه. في سبب بينساه الامهات كلها، ان معظم ادويه المغص المتاحه في السوق واللي قايمه على ارخاء عضلات القولون للاسف بترخي عضله اسفل المعده وبتسبب ارتجاع، فلا بد من التوقف عن ادويه المغص.